نبدأ. يلا بينا. متحمس وكنت مستني الخطوة دي والله من زمان، انا عشان أكتر. أنا بعزكم جدا ومتابعينكم من زمان، يعني حبيبي. متابعكم من زمان والله. حبيبي. أسئلة، كل واحد هيسأل سؤال، بس أنا عايز قبل ما أبدأ أسألكم سؤال أنا من عندي يعني. تمام. بالكم مع بعض قد إيه؟ هو نجاوب في نفس الوقت؟ براحتكم، أنت شوف مين اللي عايز يتكلم. 9 سنين. 9 سنين. مم. عرفتوا بعض إزاي؟ الموضوع جه إزاي؟ احكي انت بقى. بص، هو كان موضوع غريب قوي. هو انا كنت قاعده، كان بابايا جاي ياخدني من الشغل وهو كان عايز يصلي العشاء، فقال لي انا هنزل وانتي خليكي قاعده وبعد العشاء هجيب لك اكل. فقلت له ماشي. فقعدت، وكنت بقى انا طول عمري بحب التصوير جدا، فكنت قاعده في العربيه عماله بصور نفسي وبصور وكده وسناب شات بقى وحركات. فلقيت حد واقف بيبص عليا، هو شغال في محل ملابس وطلع فبص عليا كده، فعمال يبص عليا بطريقه رهيبه يعني. فانا لفت انتباهي، فرحت بقى انا بحكي لمامتي كل حاجه في الدنيا، فقلت رحت مصوراه من غير ما ياخد باله ومشيت. بس يعني كان في حاجه كده، يعني هو كوشه كان معلق في دماغي. رحت حكيت لماما وقلت لها تعرفي ان انا نفسي اكلمه قوي، حاجه غريبه يعني. فقالت لي ادعي ربنا وصلي وكده. صليت يومين، وتالت يوم كنت طالعه من الشغل تليفوني ضاع. فانا كنت معرفش اي حاجه في المكان، انا كنت شغاله جديد اصلا، فماشيه بعيط في الشارع مش شايفه تليفوني ضاع، هي محفظه فيها تليفوني والفلوس وكل حاجه. فماشيه في الشارع وعماله بعيط، فلقيت مجموعه شباب واقفه كده، فقلت لهم لو سمحت معلش انا عايزه بس اي حد يديني تليفون اتصل على رقمي عشان تليفوني ضاع، وبعيط جامد جدا. فحد قال لي خدي اتفضلي. كلمت التليفون لقيته مع واحده كويسه، قالت لي هتقابليني في شارع كذا، واديتهوني فعلا. مشيت ببص ببص على التليفون لقيته بيتصل بيا، فرجعت كلمت بقول مين معايا، قال لي لقيت التليفون. قلت له طبعا انا ما شكراً. اعرفش ان هي بتاعت البنت بتاعت اللي انا شفتها من يومين خالص. لا انا ما ما اعرفش ان هو ولا هو يعرف اي هي حاجه. يعني هي انا شفتها من بعيد، فانا كملامح ما ركزتش قوي فيها، بس انا شفت حاجه حلوه فضلت معلقه قدامي جوايا كده لفتره معينه لحد بقى ما حصل الموقف ده. بس فرحت انا بعت له رساله قلت له ايه شكرا على المكالمه وميرسي وكده يعني وخلاص. فببص في الصوره ازوم على الصوره، فجسمي بقى يقشعر مش مصدقه اصلا. فهو اتصل بيا بقى تاني يوم، راح قال لي مش عارفه بقاله 9 سنين انا بشكره على الدقيقه وهو بيقول لي لقيت التليفون ولا لا. فقلت له انا بقى ذاكرتي اقوى من التركي بكتير، فقلت له هو انت مش حاسس ان انت شفتني قبل كده خالص؟ فقال لي لا، هو انت تعرفيني؟ فرحت انا قلت له مش انت يوم الخميس كنت بتبص على واحده في العربيه بس انا السوداء؟ خدت صدمه هنا بقى. هو أخد صدمة. تقريبا كانت احلى صدمه في حياتي. قال لي هو تقريبا فكرني براقبه، قال لي ايوه. قلت له انا اللي كنت في العربيه دي. ورحت قلت لماما بقى وما كنتش متخيله اصلا. ولما شفته تاني بقى قلت له انا صورتك من غير ما تاخد بالك، انا مش عارفه عملت كده ازاي، مش عارفه الصدفه جت ازاي، بس هو ربنا، لان انا كنت بدعي بطريقه غريبه يعني. سبحان الله. يعني كنت بفضل اقول لربنا وانا بسجد يا رب، عارف ان كنت صغيره، يعني كنت صغيره. أيوة. عندي 18 سنه، انا دلوقتي عندي 27. كانت بتلف بقى اللفه اللي هي بتاعت السوريين، كانوا لسه نازلين كنت مصر بلف كده الفتره دي، وكانوا بقى ايه مسمعين جامد في مصر. هي كانت بتلف نفس اللفه بتاعت السوريين، كان شكلها قمر بقى. هو كنت دايما لما اسجد يعني كنت اقول ايه يا رب خليني بس نتقابل تاني. عارف انت لما تكون عايز حاجه ومش هعمل حاجه غلط في حياتي خالص. امتى قلت لها ان انت بتحبها؟ بص احنا قعدنا فتره نتكلم زي مثلا بنتحجج. ايه عملت ايه في التليفون؟ طب خلي بالك، عارف انت الحاجات دي، انت تفتح موضوع خلي بالك من وخلاص. نفسك وكلي كويس. اتغديتي فطرتي؟ بعدها ممكن بشهر ونص
صح؟ عندها شهر شهر ونص. ونص فعلا. قلت لها قلت لها لا خلاص. لا بيقول لي ايه وحشتيني، قلت له ليه وحشتك ليه؟ فاكر قلت له ليه يعني وحشتك؟ عماله بيني وبين نفسي يلا بقى قولها بقى. فقالت لي هو ايه اللي بيننا اصلا عشان تقول لي انت وحشتيني؟ فقلت لها عشان انا بحبك. بس دي كانت البدايه. وردت عليك على طول ولا؟ لا طبعا تقلت، انت فاهم. بس بقى ايه وانا ساكته بقى وبعمل الكلام ده عرفته مؤخرا بقى، فاهم. اقول له لا انت ازاي تقول كده؟ احنا اصحاب. جاهزين؟ يلا الاسئله. يلا بينا. يلا بينا. بس دي من نظرك. ده سؤال صح؟ فهمتك ماشي. ايه اكتر نصيحة من وجهة نظرك ممكن تقولها لي؟ هقول لك اتمنى ان انت تبطل تركز في التفاصيل، علشان التفاصيل بتتعبك قوي، فببقى خايفة عليك وفي نفس الوقت بخاف اكلمك، عشان كده مش هتسمع كلامي، عشان انت بتركز في التفاصيل جدا فبتتعب دماغك. صح. انا لو مت هموت بالتفاصيل. لا بعد الشر عليك، لا ما تقولش التفاصيل عندي تركز في فظيعة. التفاصيل. بيركز في انا التفاصيل بتعب جدا. منها كتصوير كشغل بقى، فاهم. في اي كل حاجة حاجة. انا لازم اركز في التفاصيل، ادق التفاصيل. فالموضوع ده فعلا عامل لي مشاكل. ماشي يا ستي. ماشي. طيب لو رجعنا لأول خروجة لينا، ايه اكتر حاجة لسه عايشة جواك من اليوم ده؟ سؤال حلو. اكتر حاجة فاكرها لما كتبت لك كلمة بحبك على في زي مسلة كده في المنتزه. على شجرة. كانت زي شبه مسلة في المنتزه. كنت قاعد انا وهي في الحتة دي، فلقيت ناس كتير قوي كاتبين بقى بحبك. كنا صغيرين في السن، كنا لسه 2018. 2018. فكتبت لها بحبك على لحد دلوقتي لما بنروح بنلاقيها. بجد؟ والله. فدي كانت اكتر حاجة افتكرتها دلوقتي لما قلت لي الموضوع ده. ايوه. غير بقى الخروجة نفسها كانت من احلى الخروجات اللي انا خرجتها في حياتي. فعلا دي حقيقة. كانت مميزة، كانت صادقة. لو رجع بيك الزمن لليوم ده تقول لها برضو بحبك؟ طبعا. هتقولي اسرع شوية ولا هتقولي بعد شهر ونص ولا هتقولي قبل كده؟ بصي هو يعني لا، ممكن بعد شهر ونص برضه. بجد؟ انا ساعتها كنت اقول لك على حاجة. انا الاول كنت بتاع بنات. فلما اتعرفت عليها حسيت لا ان هي حاجة مختلفة. فقلت ممكن يعني عشان هي حاجة جديدة عليا، فانا لازم اتعرف على الموضوع اكتر. فعشان كده قعدت الفترة دي بعد شهر ونص. فانا بشوف نفسي مشاعري صادقة ولا مش صادقة، لان انا زي ما قلت لك انا كنت شغال في محل ملابس، فكنت كل يوم عادي بقابل بقى بنات فكان بالنسبة لي لازم اتأكد قبل ما اقول لها كلمة بحبك. انا ما بحبش اللي انا مثلا اعشم حد واخلي بيه، فاهم. بس كانت طالعه منك في الوقت ده بجد؟ كانت طالعه مني في صدق. دروا عليك صح؟ ايه اللي بيخلي علاقتنا بتقوى اكتر في رايك من وجهة نظرك يعني؟ هقولك ان احنا مختلفين وفي نفس الوقت فينا حاجة غريبة ان احنا متفقين. طيب هتقولي ازاي؟ احنا مختلفين في الطبع، في كل حاجة مختلفين فيها، ولكن رأيه مش بيضايقني ولا رأيي بيضايقه، فعشان كده احنا مكملين مع بعض يعني كل مادة بلاقي مواقف لا انت صح في دي وهو يقول لي انت صح في دي، فخلاص بقى احنا اتعلمنا ما بنكررش الكلام تاني، فبنعرف بعض اكتر، فكل مادة علاقتنا بتقوى اكتر بسبب سبحان الله بسبب اختلافنا ومش بنتضايق من بعض. يعني الاختلاف ده مش عامل مشكله حاجة. لا في كل بص حاجة. هي مجنونه وبتجري وتتنطط وانا هادي. فقيس بقى على كده اي حاجه في حياتك. الاكلات يا جدع مختلفين فيها انا وهي مع بعض. كل حاجه في الدنيا. فدي ممكن تكون عامل قوي قوي ان احنا لحد دلوقتي علاقتنا ما فيهاش ملل. انت عارف مثلا لو خدت واحده هاديه
هيبقى الموضوع ممل مم. ممل. وانا ما اعرفش يعني، انا بصراحه عندي هايبره، فرط حركه كده غير طبيعي. فحتى اخوه عنده فرط حركه زي كده، ما اعرفش اقعد معاه 5 دقايق. بتتعب نفسيا. يعني بحبه كل حاجه، بس يعني لو هزر انا اتخنق، انت بتهزر كتير ليه مع اني انا كده. ايوه كل واحد بيشوف عكس شخصيته. أيوة. فاهم؟ فاذا على كده بقى كل حاجه في حياتنا احنا مختلفين فيها، كل حاجه. بس انتوا متقبلين الوضع ده عادي، مش عامل مشكله؟ لا لا الموضوع بالنسبه طبعا لنا اكيد. حلو. في الخطوبه اول سنه خطوبه كنا في عراك غير طبيعي، غير طبيعي. بس بصراحة أنا عندي ميزة حلوة، إن أنا لما بعرف الحاجة اللي بتضايقه ما بكررهاش، فما بقاش في خناق لمدة 3-4 سنين. لا، هي كانت أول سنة عرفت إيه اللي بيضايقه فما بقيتش بعمله خلاص، وهو هكذا. الموضوع كان صعب صح أول سنة. فالموضوع التعارف والخناق كان لمدة قصيرة، عشان كده بعد كده ما بحبش أكرر الحاجة اللي بتضايقه، لأن كده كده هنتعارك وأنا عرفت إن دي بتضايقه كده يعني. صح. كنت بقرأ لسه حاجة قريب عن الموضوع ده، ان اي حد بيقع في الحب او بيخش في مرحله الحب دي، هو انت بتدور على السعاده، بس عقلك الباطن من جوه هو بيدور على الالفه اكتر. يعني الالفه اللي انت تبقوا مع بعض، مثلا انت طالع من بيت، مثلا البيت فيه هدوء، فيه حاجه كويسه، فبتدوروا على الالفه بين بعض مش السعاده. انت فاهم النقطه اللي انا بتكلم فيها؟ انا من وجهه نظري برضه بشوف كده، ان الالفه او التفاهم اللي انتوا قلتوا عليه هو رقم 1 في العلاقه. يعني انا مش بحط الحب ده رقم 1 ابدا. ايوه صح. هو لازم يبقى موجود، بس في حاجات كتير بتيجي قدامه خصوصا بعد الجواز. انت فاهم قصدي؟ دي نقطه مهمه يعني وكويسه. صح. عليك الدور. ايه اللي خلاك تشوفني غير اي بنت تانية؟ ده الموضوع ده عميق. على فكرة كنت بسأل السؤال ده زمان وانا صغير والله، كنت اقوله اشمعنى انا. طيب بص، عشان حاجات كتير. بص، اكتر حاجه ان ده اتحرك، قلبي اتحرك. سيبك بقى من الشكل، وسيبك من الجمال، وسيبك من كل دي حاجات اصلا يعني لا تذكر، بس كحب كمشاعر في حاجه اتحركت. اول ما شفتها، من ساعه ما شفتها وهي قاعده في العربيه، حسيت ان في حاجه غريبه. انا عايز اقول لك، وهي اصلا راكبه وبابا بقى جاي خلاص وبيتحركوا، انا حاسس ان في حاجه بتتسحب. طول ما هي ماشيه وهي قدامي كده ماشيه بالعربيه، حاسس ان في حاجه بتتسحب. فحسيت ان هي، انا ايه ده، ايه اللي بيحصل فيا ده؟ اول مره اصلا احس بالحاجات دي. في ايه يا ابني مالك؟ فهي حب من اول نظره. على فكره انا كنت بقول الاول الكلام ده هبل. لا، الموضوع ده طلع بجد على فكره. لا ده والله العظيم ده طلع بجد. الفكره انا يعني بعد ما مشيت، انا قعدت 2-3 انا البت دي معلقه معايا ليه كده. وعايزه اقول لك على حاجه، لما انت دخلت جبت لي التليفون قلت لصاحبك ايه؟ لما انت دخلت قلت له تفتكر؟ ذاكرتي. هو دخل، هو لما راح يجيب لي التليفون قال له البت السمراء اللي بره دي حلوه قوي. يعني هو عارف ان كنت هحب تاني احبك انت. ده قال لي كده بقى بعد فتره يعني. كان ايه السؤال؟ بقولي كملي. ايه اللي خلاك تشوفني غير اي بنت تانية؟ يعني قول لي حاجه فيا. دي اول حاجه، اللي هو في حاجه اتحركت فيا. تاني حاجه بقى خفه دمها. ميرسي يا حبيبي. زي ما قلت لك انا كنت هادي، فلقيت بقى حد فاهم مجنون ودمه خفيف وبتاع، فالموضوع ده بصراحه يعني من الحاجات اللي انا بحبها في منى، خفه دمك. طبعا بقى غير بقى حنيتك وحبك، الكلام ده كله يعني اكيد. منى، بتشوفي ايه اللي اتغير في التركي عن الخطوبه من الجواز؟ في حاجات كتير اتغيرت ولا لا؟ اقول لك بصراحه، التركي مره سابني وعمل لي بلوكات على كل حاجه، عشان كان خايف من المسؤوليه شويه. يعني كنت انا بقول له خلاص بقى لازم يكون في خطوبه وكده، فهو قال لي انا مش مستعد ومش عارف، وهو كان عايز يسافر وكده، فقال لي انا مش عارف وانا عايزه اسافر فحس بضغط، فقال لي مش هينفع نكمل، وعمل لي بلوك على كل حاجه، سوشيال ميديا بقى وارقام كده. بسبب ايه؟ ان هو حس ان في مسؤوليه فما قدرش. دلوقتي بص، انا اتعرفت عليها صغير في السن،
فانا كان بقى انت عارف ان في حاجات جواك عايز تعملها، عايز تحققها. عايز انا كان لسه نفسي يعمل اسافر، حاجات. يعني كان حلمي ان انا اقعد بره مصر، اشتغل هناك واتجوز واحده اجنبيه وبتاع، عارف ايه يا انت حبيبي؟ التفكير ده. انا ماشيه. التفكير هو الناس الصغيره. فلما اتعرفت عليها خلاص، يعني موضوع الجواز الاجنبيه ده انتهى، بس في برضه حته جوايا انا لازم اسافر. فقعدنا سنتين، صح؟ قعدنا سنتين، وحسيت بقى ان الموضوع ايه، بيخش اكتر في المسؤوليه وانا صغير في السن. يعني انا كان عندي ساعتها 20 سنه. 20 سنه 20 سنه. ف فقلت لها بصي منى، وعارف ليه بتحبني وانا بحبها، بس انا خلاص انا حاسس ان انا في حاجات كتير انا لازم احققها، اللي انا لازم اسافر بره، اشتغل بره، الكلام ده كله. فقلت لا، انا الحق الموضوع قبل ما تتعلق بيا اكتر واتعلق بيا اكتر، واقول لها مش هينفع نكمل. وقلت لها كده، وقال لي كده وعمل لي بلوك بسبب ان هو مش هيعرف يتحمل. فحتى مامتي كانت دايما تقول لي طالما عمل كده يبقى هو مش بتاع مسؤوليه، كانت تحذرني دايما. بعد كده لما رجعنا الموضوع اختلف خالص، لقيته شخص عاقل جدا، هادي في تفكيره، نضجت بقى، فاهم؟ خلاص عديت مرحله اللي هو قعدت وقت قد ايه سايبين بعض؟ كام سنه. سنه. قعدنا سنه. سنه. بس كانت أسوأ سنة، مش بقول كده عشان هو قادس، دي حقيقة يعني. شفت فيها كل حاجة وحشة في حياتي السنة دي. تقريبا عارف انت الشخص اللي هو كان بيتمرمط، انا فعلا قعدت السنة دي ويا ريتني عرفت ان انا مثلا اتخطى وكده، لا. وبعدين كان دايما يقولوا لي اشغلي نفسك في الشغل هتنسيه، فنزلت اشتغلت شغل 12 ساعة. كان كل حد في المكان اخد منه دقيقة عشان هو عامل لي بلوك واكلمه. فما كنتش بنسى يعني. الموضوع ده انا عمري ما سامح نفسي فيه، بس برضه لو انا هقول، انا ساعتها ما كنتش عاقل، يعني طفل اللي هو ياخد قرار شبه ده اصلا. بس هو السن بيحكم بقى، بس لما تكبر خلاص انت تعرف فعلا ان انت فعلا كنت غلطان. بس طبعا دي غلطة عمرها ما تتنسى يعني. لا انا ظلمتها في الموضوع كتير. فهو يعني بقى يعني بقى بجد يعني بقى انسان غير ما كنت اول ما اتعرفت عليه خالص. بقى هادي في تفكيره، بيعرف ياخد قرارات صح، بيدبر الامور كويس جدا، مش متسرع خالص. لما رجعنا لقيته مسؤول عن كل حاجة، وحتى لما بيحس بالضغط مش بينسحب زي زمان. الاول كنت بنسحب، الاول كان حتى لو في مشكله كنت قافل السكه ولا خلاص منه مش عايز اتكلم، ما لا حاليا مش كده خالص. حاليا لو في مشكله بنقعد الحمد لله يعني ما شاء الله، نقعد نتكلم فيها ونقعد نتفاهم فيها ونحط النقط على الحروف وما بتحصلش تاني. دي ما كانش موجوده الاول. وغير طبعا ان هو بقى راجل مسؤول عن بيت وعن مصاريف كبيره وعني في كل حاجه وكل حاجه بصراحه. يعني هو اتغير في حته المسؤوليه دي جدا. شلت المسؤوليه بقى. جدا. شعري بيض. منى غيرت فيك ايه؟ لا حاجات كتير. كل حاجه تقريبا، كشخصيه كل حاجه. كل حاجه. بص اتعلمت منها ازاي اضحي، عشان هي اكتر حد مضحي في الدنيا كلها. الحته دي فيها مش معايا بس، مع الناس كلها، مع الناس اللي بتحبها بالذات، تحب تضحي وتيجي على نفسها عشان خاطر الناس. انا راحتي مش اولوياتي. يعني انا اهم حاجه عندي ان انا اسعد اللي حواليا، ثم افكر في نفسي بقى في الاخر انا محتاجه ايه. غلط. ما هو انا مش بحس ان دي، مش عارفه، انا بحس ان دي انانيه، ممكن مش عارفه، هو ده تفكيري يعني بصراحه. يعني الفكره دي بتتعب بسبب الموضوع ده. فبتقول لي انا بحس ان انا مش بعمل حاجه لنفسي، بخدم الناس كلها وبفرح الناس كلها ومحدش بيفرحني. فانا بقى بحاول ان انا ايه اعوضها في الحته دي يعني. فبحاول اضحي بقى عشان كتير. هو بقى يعمل كده دلوقتي، بقيت اشوف نفسي فيه ان هو بيضحي اوفر، وببقى عارفه انت بتعمل زيي، اقول له انت بتعمل زيي صح، يقول لي لا. فببقى عارفه ان هو بقى يضحي زيي، فحسيت بقى قد ايه انا كنت ظالمه نفسي يعني فعلا. السؤال ده عميق قوي. حلو ده.
ايه اكتر حاجه مش بتعجبك فيا وليه؟ بس عايزين صراحه وشفافيه في السؤال ده بجد. ماشي هقول لك بجد والله. اكتر حاجه مش بتعجبني فيك ان هو لما بيكون اخد قرار استحاله يتغاضى عنه. طيب ليه مش بيعجبني الموضوع ده؟ عشان لا قدر الله يعني ممكن 5% لو القرار ده طلع غلط لما هو بيتضايق بعد كده انا بزعل على زعله. يعني انا ممكن ما اعرفش اكل والله من غير افوره، بس ما اعرفش نفسي كده بتتقفل، ما اعرفش اكل، ما اعرفش اصور. طبعا التصوير ده عايز نفسيه. ما اعرفش اكل، ما اعرفش اصور، ما اعرفش اكلم حد، ما اعرفش امسك التليفون، ما اعرفش اعمل اي حاجه في البيت بسبب ان هو متضايق. افضل كل شويه اروح له اقول له ايه، طب شفت مش انت متضايق؟ طب انا دلوقتي مش عارفه اعمل اي حاجه. افضل اعمل كده. فدي اكتر حاجه بصراحه نفسي ومنى عيني ان هو يبطلها، الدماغ الناشفه. حاجه خلاص انا خدت قرار استحاله حد يغير معظم قراري. الرجاله كده لا اكترهم. بس انا بغباء حاجه اوفر شويه بصراحه. طب وانت اكتر حاجه مش بتعجبك في الناس؟ بص مفيش حاجه جت في دماغي دلوقتي اول ما سالتني السؤال، بس انا ممكن افكر يعني. انا عارفه الاجابه بس مستنياك تقولها. هي حاجه وحشه بالنسبه له بس هي حاجه كويسه بالنسبه لي. التضحيه اللي هي أيوة. بس زياده عن اللزوم. يعني انا ساعات بقول لها منا ماشي انت ضحي وكل حاجه وافرحي اللي حواليكي، بس مش الدرجه دي، انت كده بتيجي على نفسك. فانا الطيبه الزايده دي شوف ازاي. الطيبه الزايده لا فيها بجد. ساعات بدا بتعصب بسببها. اقول لها لا منا ما تجيش على نفسك للدرجه دي، لدرجه ان انا بقيت شبهها يعني عشان ما احسسهاش ان انت لوحدك. أيوة. لا خلاص انا بقيت شبهك. فلا دي اكتر حاجه بتضايقني فيكي. بس يعني هي حاجه حلوه وحاجه وحشه. حلوه اللي هي اللي حواليها بيكون فرحان، ووحشه لما بقى خلاص بتروح او مثلا بتعدي على يومين 3 على هي بقى كل التضحيات اللي هي ضحيتها بتقعد تفتكرها وبتأثر عليها بالسلب. يعني هقول لك مثال ان انا كنت شغاله قبل السوشيال ميديا في مكان ما وكنت بقبض 3000 جنيه. ال 3000 جنيه كنت ممكن انزل اشتري حاجات حلوه لاختي مثلا ب500 وادي ماما 1000، وال500 دول برضو لحد تاني وحد تاني وحد تاني، ما يتبقاليش حاجه خالص. وانا كده ابقى مرتاحه ان انا بسطتهم هما. بس انا ممكن اكون نفسي مثلا في سلسله او خاتم او بنطلون او حاجه ما جيبوش. قيس بقى على كده كل حاجه. قيس بقى على كده لحد الان يعني صراحة. لو النقطه دي مع الاهل انا ما عنديش مشاكل، بس مع الناس عموما انا بشوف ان الناس دلوقتي يعني لو انت عملت بنسبه 100% حاجه حلوه او 99% هم هينسوا 99% اللي انت عملته الحلو، وال1% ده هم هيمسكوه. ما ده اللي انا بقوله لها بقى اللي هو ده لازم تبقي واخده بالك من الحته دي قوي. ما اكيد انا اتعلمت من شويه حاجات كده، اشخاص بقى انا بقول لها اتصدمت ضحي فيهم بس مع اللي يستاهل. مم. يعني ضحي مع اللي هو يفتكر لك التضحيه دي بالظبط. هي بقى بتتضايق لما مثلا تضحي مع حد او تيجي على نفسها في حاجه والشخص ده ما يفتكرش الحاجه دي ويعملها معامله وحشه، فانا بتضايق بقى. دي اكتر حاجه بتضايقني، بس دي اكتر حاجه نفسي تغيريها. هحاول. ده مختلف شويه بس زيه يعني. ماشي. ايه اكتر حاجه بتعجبك فيا وليه؟ بتعجبني فيكي وليه؟ كعلاقتي معاها ولا في العموم في العموم؟ كعلاقتك معاها اللي انت عايز تقوله. بص كعلاقتي معاها اهتمامها بيا. انسى. دي اكتر حاجه بتعجبني فيها يعني، اللي هي بتهتم في كل حاجه في حياتي كلها. كعموم ذكائها. منها ذكيه جدا، بس مع الحاجات اللي هي بتحبها او الحاجات اللي هي حابه تعملها انا بتصدم. يعني انا زي ما قلت لك انا بتاع تفاصيل قوي وبركز في كل حاجه، بس منها ساعات كده تنبهني عن حاجه او مثلا تديني رايها في حاجه ببقى مصدوم، فاهم؟ فدي اكتر حاجه بصراحه انا بهيتها هي نبيهه قوي. بس ميرسي يا حبيبي والله. ماشي يا ستي. احضنك بعد الحلقه.
الدور عليك صح؟ اه أمم. بس في حاجة حصلت بينا قبل كده خلتك تفكري ان احنا ما نكملش مع بعض؟ طبعا. ايه صراحة. طب اول حاجه زمان ولا دلوقتي؟ عشان بعد الجواز الموضوع اختلف خالص. لو في دلوقتي قولي، ولو في زمان قولي، الاتنين قولي. زمان بسبب يعني انا كل ما بحس ان احنا نتخانق والموضوع يكبر جامد جدا 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 اقول ايه، لا احنا هنفضل طول عمرنا كده، احنا كده هنتخانق كل شويه. لا بس دي في الفترة الأولى بتاعت المشاكل، احنا قعدنا فترة كبيرة، فاقول لا سنة ولا لا سنة لا ونص كل يوم خلاص مشكلة. انا هسيبه، انا هنام اقوم ابعت له رساله فينك بتعمل ايه. فكل ما كنا نتخانق بصراحه كنت بحس ان انا عايزه ايه بقى أسيب. الحاجة اللي حصلت؟ الحاجه اللي حصلت دماغه، قراراته اللي لو اخدها انا بخاف منها. يعني مثلا يقول لي بصي خلاص والله العظيم، اقول لا ما تكملش والله لا. طب نتكلم الاول في الموضوع. بسبب طبعا ايه، دماغه. بعد الجواز الموضوع اختلف خالص، ان انت وصلت لنقطة انت ما ينفعش ان انت تتخطاها. يعني ما ينفعش ان انا مثلا لو حصل ما بيني وما بينه دلوقتي مشكلة اقول له كلمة تعالى نبعد، او انا هقعد عند ماما، او انت اقعد عند مامتك، او بات في البيت لوحدك، او انا همشي، او كلام تاني برضو مش عايزة اقوله. ما ينفعش، ده خلاص انت مستحيل. وصلت لمرحلة بقى خلاص مسؤولية، ده مستحيل. في أي كلمة تطلع منك هيبقى ليها حساب. فدلوقتي احنا لما بنتخانق انا بدخل اوضه وهو بيكون مثلا في الانتري، وساعه كده اي حد فينا بينكش تاني، هو بقى يقول لي تعالي عايزك في موضوع، اقول له لا انا مش قادره اقوم، تعالي دلوقتي، فاقوم طبعا مش عايزه اكمل، فاقول له ايه بالله عليك انا دماغي وجعاني يوم. خلاص الموضوع ده مش ينفع انت تعمل، قولي خلاص بقى تعالي اتفرج على الفيلم بقى، خليك عقلك كده شويه. بس انا في حاجه وحشه بصراحه انا بعترف فيها، اللي انا ما بعرفش اصالح دايركت. تقريبا الموضوع ده في الرجاله يعني، ما فيش حاجه اللي انا اروح اقول لها ما تزعليش، لا لازم اجيبها بهزار الاول واضحك، وفي الاخر خالص اقول لها ما تزعليش يا حبيبتي. هي بقى عكس، هي ممكن تيجي فاهم انا بروح تراضيني اعتذر وبتاع. يعني اقول له صراحه الحاجه يعني دي بشهدها لك يعني بجد. اقول له يعني عايزه اقول لك على حاجه، اجي على طول كده احط وشي في الارض، انا مؤدبه جدا على فكره. اي حبيبي ما تزعلش مني ان انا عملت كذا كذا وحقك عليا ومش هعمل كده تاني، خلاص هو كده الموضوع انتهى، خلاص مفيش اي حاجه. منا فيها حته طفوليه شويه بتعجبك بجد؟ وانا من القعده او من المدرسه فيها حته طفوليه شويه. انا بقول لها على طول انت بنتي. هو بيحسسني بصراحه يعني، ساعات اقعد ادلعها شبه الاطفال الصغيره. وامها لما بتشوفنا كده ساعات بتشتمنا. كي عليكم ده انتم ملزقين. ايه حلو. السؤال في حاجه سكيب على طول. يا رب تجاوب صح ان شاء الله. لو في يوم حسيت ان حبك ليا قل هتعمل ايه؟ استحاله يقل. لا ممكن يقل، قول. لا استحاله يقل. لا قول. صعب والله، انا مش قادر اتخيل اصلا بجد. والله. طب ايه يعني واحده كده على المشي هتعمل ايه؟ حاجه انا بعملها معاك. هجدد، هنعمل إيه؟ حاجه هنجدد حاجه يعني بحسب هيجددني انا. بحسب هيجددني انا. لا هجدد يعني نعمل حاجه مختلفه. هنعمل حاجه مختلفه يعني حاجه مثلا اول مره نعملها بحيث ان احنا نجدد علاقتنا. وده بيحصل ساعات مثلا بنوصل لمرحله خلاص احنا مش طايقين بعض، فقولها منها تعالي مثلا نسافر نعمل كذا، تعالي مثلا نروح مكان كنا بنروحوه زمان. ايوه الحاجات دي ساعات بتجدد مشاعرنا.
وده الطبيعي، لازم تعمل حاجه تجدد مشاعرك كل فتره. دي حقيقة، هو مم. كلامه حقيقي. لأن إحنا كنا مرة لسه من شهرين مم. أو حاجة، كنا تعبنا جدا نفسيا من التصوير والضغط، وحسيت علاقتي أنا وهو كانت فيها شوية يعني ضغط. عملنا إيه؟ أخدنا الأوضة بتاعت يوم الفرح. يعني إحنا يوم الفرح أخدنا أوضة في فندق، نزلنا في نفس الأوضة دي، فكل مشاعرنا اتجددت يوم فرحنا. حسينا بقى ان احنا لسه عايشين جديد. ان احنا لسه عايشين جديد. ان انا كنت بعمل ميك اب هنا وهو كان بيجهز هنا، وانا كنت قاعده هنا ولف وشافني. رحنا نفس المكان وبيتنا فيه ايام. كان يوم عيد ميلادك. دي كانت هديه عيد ميلادها اللي هو وديها. هي كانت طول عمرها بتقول لي انا نفسي اروح الغرفه اللي احنا جهزنا فيها يوم فرحنا وعيد ذكرياتي. فحققت لها بقى الموضوع ده. ده تقريبا جدد الموضوع. وروحت من المكان على بيتي انا حاسه ان انا عروسه. بس بعدتوا بقى، ما صورتوش ولا عملتوا فيديوز ولا اي حاجه؟ صورنا بس فصلتوا قصدي يعني شويه بس. صورنا العيد الميلاد بس. عيد الميلاد بس. انما قعدنا بقى زي 3 ايام او 4 ايام مش بنفتح الكاميرا خالص. احنا بنعيد ذكرياتنا وبنسهر مع بعض. حتى كده. الصور بقينا نصور صوره ذكرى خاصه. أيوة. مش بننزل اي حاجه خالص. بتخافوا من السوشيال ميديا ساعات من معظم الناس، او من كلامهم، او من نظراتهم؟ انا عايز اقول لك حاجه، انا بحب اعمل الحلقات دي قوي، ببقى مبسوط بيها قوي. الناس دايما شايفه ان مثلا تركي ومنى مثلا راحوا مكان كويس جدا وبيصوروا في مكان كويس، فهي دي حياتهم كلها كويسه. دي حقيقه. فانا ببقى مبسوط ان مش مفيش حاجه كويسه يعني. هو بس الفرق ان ده شغله، ده سوشيال ميديا، واكيد ورا الكاميرا ورا الكلام ده كله طبعا في خلافات وفي خناق، ومش كل الحياه في جانب مظلم. بالظبط. فالناس بتفكر ان انا خلاص، طب ما الطبيعي لو انت حتى مش على السوشيال ميديا، لو رحت مكان كويس هتصور فيه وتنزل. بالظبط. بس الفرق ان هو على السوشيال ميديا، فطبيعي بيعمل اجواء لنفسه، هو شغله. طبعا انا ببقى نفسي افهمهم ان انا بص، هو انا مش قايله ده على السوشيال ميديا. انا بقالي 16 سنه عندي تعب في معدتي مزمن. منى اصلا كانت لسه بتعمل عمليه لما قلت لك نأجل الحلقه، لسه من الاسبوع اللي فات. فهو تعب كبير جدا، بيقلل مجهودي قوي، بيخليني اتعب، ما بيخلينيش عارفه اتكلم كويس، ما بيخلينيش عارفه اكل ولا اشرب ولا اتكلم ولا افكر ولا اي حاجه. بتعب جدا جدا جدا. هل هم يعرفوا ده؟ لا. طيب لما انا اروح فندق واصور فيه، انا ببقى اصور يقول لي احنا هنصور الشوت ده بالظبط كده. اقول له يلا بينا. هو يا جماعه عاملين ايه النهارده؟ احنا جينا هنا. هو يطفي الكاميرا، انا اقعد اعيط عشان بطني وجعاني، واخد برشام ومهدئات ومسكنات، واستعيد نفسي كمان ساعتين ونكمل بقيه الشوت اللي هم فاكرين ان ده شوت واحد. فبجد محدش يعرف ما وراء الكاميرا. منا اصلا يعني مثلا لو اي ريفيو منا استحاله تاكل الاكل ده، واحنا بنلاقي كومنتات نفسي اقول لهم انتوا ما تعرفوش اللي ورا الكاميرا عامل ازاي. يعني انا بلاقي كومنتات انتوا ايه الاكل ده كله، انتوا مش عارف كل يوم بتاكلوا. منا قسما بالله، وانا في التصوير استحاله اكل مثلا الشوت وخلاص بنمشي والمطعم بياخد الاكل. يعني احنا اصلا ايوه ومنا اثناء التصوير هي بتعمل كده وبنعمل كات واكنها بتاكل، عشان هي استحاله لو اكلت الاكل ده هتتعب. فانا بقى نفسي افهم الناس ان مش كل حاجه بيشوفوها هي فعلا حقيقيه. يعني مثلا انت ما تعرفش اللي بيحصل ورا الكاميرا، ما تعرفش مرض منا عامل ازاي، ما تعرفش كميه الضغط اللي احنا بنقعده بنصوره طبعا. احنا بنقعد نصور الفيديو اللي هو 3 دقايق ده، بنقعد نصوره 10 ساعات. في فكره بتتكتب، في سكريبت، في تفكير، في تفصيل في التصوير، في حاجات كتير قوي الناس ما تعرفهاش بس، وفي حاجات كتير وحشه بتحصل. بس انا ماشي بحته لان الناس مش مجبره ان هم يشوفوا الحاجه الوحشه بتاعتنا. بالظبط. انا طالع اقول لهم الحاجه الايجابيه، بس في كومنتات يقولوا مثلا انتوا حياتكم كلها حلوه، انتوا كل يوم بتصفرها، انتوا كل يوم مش عارف ايه. يا جماعه لا، وحته يا بختك دي انت عامله له عمل. لما رحت عملت اعلان لفندق انا وهو، فواحده كتبت لي يا بختك انت اكيد عامله له عمل علشان يدلعك الدلع ده كله.
طبعا هي مش فاهمه اي حاجه خالص خالص. هي مش فاهمه ان احنا في الفندق ده احنا كنا بنتخانق قد ايه علشان كان ضغط تصوير وانا كنت تعبانه و... ولازم نحط فطار قدامنا كتير عشان نقعد نصور على سرير الفندق. فايه الفطار ده وايه الاكل ده وايه الناس مفكره ان هي دي حياتنا الطبيعيه. لا، انا مثلا لما بروح فندق او بروح اي مكان هو بيبقى مجرد اعلان، احنا مش انما بنستمتع. مش دي بالظبط. حياتي، انما حياتي شبه حياه اي حد. وطبيعي خلي بالك، طبيعي مثلا انا دلوقتي مثلا متجوز او خاطب او اي حاجه، طبيعي ان انا لما جيت اتعارك معاه واتخانق معاه مش هقوم ماسك كاميرا هنصور. التليفون بالظبط. مثلا واقول لها روحي طبيعي، يا صح. انت فاهمه، بالظبط. مستحيل. هم مستحيل. مش صح. مجبرين يشوفوا كمان اي حاجه سلبيه في حياتنا. يعني انت، بالظبط. انا طالع علشان خاطر يعني اوريك مثلا المطعم ده، اوريك المكان ده، اضحكك شويه، انما انت مش مجبر تشوف كل الحاجه السلبيه بتاعتي او بالظبط. كل حياتي الوحشه اللي انا بعيشها. انت مش مجبر. صح. فالناس بقى مفكره ان احنا حياتنا هي الناس كده كده ما بتعملش حاجه. ولو طلعتوا اتخانقتوا تقول لك بتعملوا ترند. بالظبط. بالظبط. حلو ده. ماشي. ايه الصفه اللي فيا ومش حابه تكون في ولادنا؟ غير ان دماغه مش حاجه تانية. هو مش لدرجة ان انا مش حابة. هو بصراحة مفيش حاجة فيك مش عايزاها في ولادنا ما عدا حاجة واحدة بس، مش هي مش عيب فيه. انت عارف الهدوء الزيادة، ومش بيحب التجمعات، وانا ما بحبش الهدوء وبحب التجمعات. فانا عايزة كل يعني ان شاء الله عيالنا يطلعوا مهيبرين كده وبيحبوا وانا بقول لها نفسي بيحبوا عيالي التجمعات يطلعوا وكده. شبك في حته الجنان وكده. بص، انا على فكره انا كنت اهدى من كده بكتير. يعني انا دلوقتي هادي عشان البرنامج، بس اصلا مم. لو تشوفني في فيديوهات ممكن اكون متكلم شويه او بهزر او آه. بضحك عشان هي معايا، بس اصلا حياتي بقى لا تكره لا، تقعد كان ساكت اهدى خالص. فيها. لا كان بيسكت خالص، ما بيتكلمش خالص. احنا اول مرة اكلنا مع بعض في حياتنا خالص. فانا كنت باكل، انا ما بعرفش ان انا وانا باكل ما اتكلمش. لازم. وهو عنده ممنوع الكلام على الاكل. فانا كنت وانا باكل بقول له ايه، كنت اول مره اكل معاه في حياتي بقى، الاكل حلو. قال لي قلت له ماشي. قلت له طب هو مش عاجبك؟ قال لي لا حلو. قمت قايمه باصه في المرايه بص على شكلي، طب انا في حاجه، طب ده ساكت ليه؟ فطلعت بره قلت له ايه مالك، انا حاسه ان في حاجه. قال لي حبيبتي انا ما بتكلمش على الاكل. قلت له فانا كان فيها حاجات غريبه كده بس هي بصراحه غيرت في حاجات كتير يعني. لا، خلتني حرك. لا، وساعات بتجن خالص في البيت بقى لما نكون لوحدنا. انا بقى بص، انا مع اي حد غريب ببقى كده في الاول، لو خدت عليك بقى بهزر واضحك وبتاع. لا، الموضوع اختلف خالص يعني. انا كانت معلش افتكرت حاجه. انا كان في ناس بتزعل مني لما مثلا يحكوا لي مثلا عن مشكله معاهم وانا ما اديهمش رايي. يعني تقعد تتكلم معايا وتحكي لي مش يعمل لك ازاي. عملها معايا بره دلوقتي. يعني كان بوشا كنت انا وبوشا شغالين مع بعض في مكان، فبوشا كان يقعد يتكلم يحكي لي عن مشكله مثلا في الشغل او مشكله معاه، وهو بعد ما يخلص هو بقى مستني مني مثلا اهون عليه او احل له مشكله او مثلا اتكلم معاه. فاقول له خلاص تمام يا باشا ماشي، ربنا يسهل الحال كده. فكان يتصدم، فمبقاش يحكي لي حاجه والله. وبعد كده لما تعرفنا بقى انا وهو وميار ومنى بقى يشتكي مننا. لا، ما بقتش احكي له حاجه بسبب هو مش بيفيدني في حاجه. يعني اقول له على مشكله هو مش بيفيدني، فاول الموضوع ده كان فين. لا بس دلوقتي لا والله بجد. يعني دلوقتي ممكن يقول لك يا زعلتيني والله. ايوه بجد استغفر الله العظيم. بس بحللك مشاكل. لا بيحللي مشاكل بس ما حد غريب. لا، ما حد غريب. لا. بصي بقى السؤال ده حلو. ماشي. لو قعدنا على ترابيزه بعد 20 سنه، بعد 20 سنه من دلوقتي ومعانا اولادنا، هتقول لهم ايه عني؟
هقول لهم ما مش في حاجات كتير يعني، بس ممكن اقول كلمة واحدة بس تلخص كل ده، ان دي توأمي، توأم روحي فعلا، يعني كلمة في كل مشاعرها. هتوصفني، هتقول لهم ايه الصفات الحلوة اللي فيا؟ امكم دي كانت ايه؟ اكتر حد حبني، دي حقيقة. بس خش على السؤال اللي بعده. اخدت وقت طويل عشان تفهموا بعض اكتر وتوصلوا للمرحله دي من الحب عموما؟ مم. بس هو كل ما بنقعد مع بعض هو المشاعر بتزيد والاحاسيس اللي بينا بتزيد، خدنا وقت كبير 9 سنين. عايز اقول لك على سر. احنا اتفقنا، احنا كده كده اوريدي احنا دعينا الدعوه دي، اتفقنا لما نعمل عمره مع بعض اول دعوه استمعنا اول دعوه مستجابه اول ما نشوف الكعبه، اول دعوه هندعيها احنا الاثنين مع بعض، يا رب يا رب أنا نموت في وهو نفس الثانيه مع نموت بعض. في نفس اليوم ونفس الثانية دي دعناها وهندعيها تاني لما نروح العمره ان شاء الله يعني. عشان التخيل مش قادرة أتخيل. يعني سألنا بعض، قلت لها بصي منها اقعدي فكري كده وانا هقعد افكر لو انت مثلا واحد فينا راح التاني هيبقى عامل ازاي. هو عقلك هو مش قادر يستوعب. فاحنا ردينا لبعض قلنا انا مش قادر افكر، قلت لها انا مش قادر حتى عقلي يخليه يفكر في حاجه شبه دي، فهي حاجه ممنوعه، هي حاجه استحاله. في حاجات تقدر تتخيلها وفي حاجات عقلك ما يقدرش. ساعات في ناس بتتجنن ان عقلهم ما قدرش يستوعب اللي حصل لهم، مثلا حد فقد حد غالي قوي فهو بيتجن فعلا انت بتحس ان كل حاجه هو ما فيش حياه اصلا يعني. شبه الراجل اللي هو بتاع الشطبي ده. ايوه هو عقله خلاص هو وقف، هو مش قادر يستوعب اللي هي ماتت. فانت بتحس نفسك. على فكره الراجل ده هو رمز للحب بجد. الراجل ده ما تقدريش تتخيلي حياتك من غير تركي خالص. انا مش قادره حتى يعني افكر فيها لو بالخيال كده، لان يعني نفترض يعني لا قدر الله ايه بقى اللي هيحصل بعد كده؟ هو ما فيش بعد كده يعني. انا هعمل ايه؟ انا مش هعرف ولا اكل ولا اشرب ولا ان انا اشتغل، طبعا استحاله، ولا نقعد في شقتي انا وهو. فكل حاجه في حياتك وقفت. فلما كل حاجه في حياتك بتقف فمفيش نفس بقى هيكمل تاني يعني. انا اوريدي اصلا احسن حاجه ربنا رزقني بيها في حياتي ان انا والتركي بقينا شغالين مع بعض في السوشيال ميديا، فبقينا يعني مش بنفارق بعض. فلو هو مثلا سابني عند مامتي مثلا وراح يجيب حاجة من البيت، انا ولا باخد علاج ولا بتعشى غير لما هو يجي، وافضل قاعدة. ماما تقولي والله يعني خلاص ولا هتاكلي ولا هتشربي، هتموتوا من غير جوزك. ف يعني ما بالك هو دلوقتي لما بيروح مشوار نص ساعة او اقل من نص ساعة ويجي، انا ما بعملش اي حاجة خالص. انا ممكن افكر انام كده، ده لو نمت يعني لحد ما هو يجي بس. ولما بيجي بقى كأنه بقاله 16 سنة بره مصر. كأني راجع كأني راجع من الكويت. حلو ده. بصي، اللي يقدر يكسر علاقتنا وليه؟ بص انا هقول لك حاجة يعني خيالا، لكن هي انا متأكدة 1,000,000% انها مش هتحصل، بس هقول لك خيالا. الخيانة هي اللي ممكن تكسر علاقتنا، بس انا بقول لك دي حاجة خيالة لان هي انا عارفة انها مش هتحصل. طب ليه هتكسر علاقتنا؟ مش عشان خيانة ومش عشان هي اسمها خيانة، لا، عشان ده بني ادم انا اديته
كل حاجة في الدنيا، فانا ما استاهلش منك ان انت تعمل كده. فهيكون القرار يوم لما ابعد مش هيكون القرار متعب عليا، بالعكس انا هنبسط جدا لان انا ظلمت. ف هيكون متعب عليه هو، عشان هو هيحس بقيمتي، هو حاسس بقيمتي طبعا، بس يعني ايه هيحس بقيمتي اكتر بعد كده. واخيرا والاهم يعني ان هو ما يقدرش يعمل كده علشان هو عارف انا هعمل فيه ايه. صعب لا أوي انا الخيانة. عمري لان انا زي ما انا قلت ان انا بضحي بنسبة 3 مليون في المية. انا بضحي من كل حاجة. انا ممكن لو هو يعني انا اكتر حاجة بحبها في حياتي السوشيال ميديا وشغلي. انا ممكن ان انا لو هو قال لي انا مش عايزك تعملي اي حاجة في حياتك غير ان انتي تقعدي في البيت وتتابعيني وتعملي، انا ممكن اعمل كده وما عنديش مشكلة اضحي باكتر من كده بكتير جدا جدا جدا. بس انا لو لقيت حاجة وحشة قصاد اللي انا عملته ده كله ببعد وانا مبسوطة. فاهم قصدي؟ يعني مش لو هو غني انا مش هتصدم، انا مش هتصدم، انا هتبسط ان هو ساب حاجة حلوة. بس انا ما اقدرش اعمل حاجه شبه كده. انا متأكدة والله، انا متأكدة لان اوريدي هو الحمد لله رب العالمين هو ما عداش علينا حاجة كده من ساعة ما انا عمري ما عرفنا. كلمت حد، عمري، لا بجد عمري ما كلمت حد ومنها معايا. استحاله. خلاص لو انت لقيت حد مكفيك في كل حاجه، مش محتاجك يعني مش مخليك تعمل اي حاجه، او مش محتاج مثلا ان انت تبص بره عشان خاطر في حاجه ناقصاك او في، لا هي محتوياني. وفي حاجة هو قالها لي في اول ما كنا صحاب، قلت له ايه اكتر حاجة انت مش بتحبها وانا قلت يعني هو كمان سألني، هو قال لي انا اكتر حاجة بكرهها في حياتي الكذب. انا ما بحبش الكذب ابدا. وانا قلت له اكتر حاجة بكرهها في حياتي ان الانسان يتغير عليا من غير سبب، لان انا عندي تروما من الموضوع ده. فولا بقى هو يقلب عليا من غير سبب، ولا انا عمري كذبت عليه مهما كان ايه السبب في الحياة. انا عندي يعني انا ببقى عارفة ان الموضوع ده ممكن نتخانق عليه، بس هقوله لاجل حاجتين، ولا ابقى كذبت ولا ابقى خبيت. بالظبط. فعشان كده الحمد لله يعني ما جاش في بالي علاقتنا بصراحة أرقى من كده، يعني إن أنا مثلا أبص على حد أو حد يشدني، لا ما فيش طبعا. ولا هو مثلا من النوع اللي لو شاف بنت حلوة أو حاجة دي حلوة لا دي بصي، لا إحنا يعني أحس إن إحنا أعقل من كده، فاهم يعني ولا إيه؟ بس انا ساعات ببص من تحت النضاره. لا أنا بقول لك بص البنت دي حلوة إزاي. ربنا يستر بعد الحلقة دي. لو قدرت احط قلبي قدامك تقول له ايه؟ اقول له ايه؟ اقول له شكرا بقى على حاجات كتير قوي يعني. طلعت ليه؟ بس هقول له شكرا عشان هو فعلا خلاني احبه بجد، عشان علمني حاجات كتير، يعني علمني ازاي ابقى حنين، وعلمني ازاي ان انا اضحي، يعني علمني حاجات كتير قوي كانت مش فيا يعني، فاهم؟ بس لا بس انت حنين والله. لا بس مش زيك. بس فهقول له شكرا يعني. ميرسي يا حبيبي. في حاجة تانية برضو صح نسيتها، هقولها له برضو. هقول له انا اسف عشان خاطر السنة اللي انا سبتك فيها دي، انا عارف ان انا زعلته جامد يعني. دي حقيقة بصراحة. بس يعني والله انا سامحتك. الموضوع ده على طول في دماغي،
بعد ما اتجوزته مش حتى مش عايز يسامح نفسه. مش قادر يعني. بس والله انا وبحاول على قدر الامكان انا اعوضها عن الفتره دي، بس هي فتره كانت صعبه، لان انا عرفت بقى بعد كده حالتها اثناء الفتره دي كانت عامله ازاي، فالموضوع بالنسبه لي كانت صدمه بقى. حصل لي يعني حاجه انا كده. سببت لك كل ده، لحد دلوقتي مش قادر اسامح نفسي، فهقول له انا اسف. جالي حاجه كده في اعصاب وشي بسبب الفترة دي. بسبب الصدمه. مم. ما هي انا صحيت بكلمه لقيته بيقول لي كده، وانا اصلا قلت من شويه ان انا اكتر حاجه بكرهها في حياتي ان حد يتغير عليا من غير سبب. فانا وقتها بالنسبه لي ان هو اتغير عليا، فما صدقتش خالص. فجات لي الفكره ده تفكيري ساعتها، او كنت بقول لنفسي انا كده بنقذها، بمعنى ايه اللي هي ما تتعلقش بيا اكتر، وكنت اقول لنفسي وجع دلوقتي مثلا ساعه بدل 100,000 ساعه. بس طبعا كان تفكير متخلف. كنت صغير ساعتها صح؟ كنت صغير في سن بيبقى برضه النضج ليه عامل طبعا. 20 أنت فاهم؟ سنه، فانت لسه ما لسه تعرفش يعني يعني ايه مسؤوليه اصلا. لا وهي اكيد بس مسامحاك يعني. اكيد سامحني مسامحاك. انا قلت له انا مسامحاه والله، بس انا متاكده ان هو مش عايز يسامح نفسه. بس انا والله انا سامحته بعد الجواز على فكره، مش قبل كده يعني بقالنا احنا 11 شهر متجوزين. بعد الجواز بعد الفرح على طول قلت له على فكره انا مسامحاك في الوقت اللي انت، لان هو ما تعبنيش انا بس، هو تعب كل اللي حواليا كمان. لان انا لما تعبت ماما تعبت على تعبي، واختي زعلت على زعلي، واخويا زعل على زعل، البيت كله فاهم يتحول علشان خاطر وانا كمان المدللة عندهم في كلهم، فهم كلهم تعبوا وانا تعبت جدا. بس انا انسانة سلسة شوية يعني. اول تقريبا ما اتكلمنا تاني رجعنا على طول من غير يعني، هو كان العتاب نص ساعة وخلاص. يعني الموضوع كان سهل شوية. انت جبت ايفون 17 ولا لسه؟ جبت ايفون 17 ولا لسه؟ هنجيبه ان شاء الله. ما صلاح بيه بقى. ماشي. لا وعد بقى قدام الناس كده. صلاح بيه. وعد مني يا ست اجيب لك الايفون 17 بجد. خلاص ماشي، هنحط الشورت ده وهبعت لك بص اتدبست انت احلى دي جميلة فداك الدنيا. سؤال انا ده. جاهزة؟ لو دي اخر مرة هشوفك فيها هتقولي لي ايه؟ انت بتصعب عليا قوي دي. هتكون برضو اخر مرة انت كمان تشوفني فيها صح؟ مش ده اتفقنا؟ صح. بس هقولك ان انا يعني هقولك ان انا اكتر بني ادمة حبيتك يعني في حياتك كلها، ودي مش حلاوة البدايات، لا، ده هو ده انا وهفضل انا، وانت هتمناك جوزي في الدنيا وفي الآخرة. وعمري ما هتمنى اي حاجة حلوة لنفسي غير لما اتمناها لك انت الاول. و يعني هي صعبة قوي بصراحة. عايز اقولك ان انا واصلة لمرحلة ان انا بحبك اكتر من نفسي والله العظيم. انا كمان على فكرة ما بحسش ان انا بدور على راحتي زي ما بدور على راحتك، وهفضل كده يعني. مش عشان خاطر احنا مثلا على السوشيال ميديا او عشان احنا لسه متجوزين او حاجة، الموضوع بينا اصلا مش كده. لا هو انا شخصيتي معاك كده وهفضل كده. انا عارف. انت عارف صح؟ ماشي.
صعب الموضوع علينا، خلي بالك. ها ايه الحاجة اللي لو عملتها ما تقدرش تسامحني علشانها؟ لو كذبت عليا. ما انا عارفه، عشان كده انا عمري ما كذبت عليك. ما تسمعش فيها خالص. انا عندي عليها ذكرى وحشه يعني، بس مش مع منى، مش معايا في حياتي عامه. بس كانت صدمه بقى، فجات لك تروما منها، فاهم؟ فانا كنت بقول لها ايام الخطوبه انا منى، انا بنام، انا مخدتي ومطمن انت بتعملي ايه. فعشان هي بتصارحني بكل حاجه، وبعد ما بتصارحني بتقول لي انا لساني ده هو اللي هيوديني في داهيه، بسبب اللي هي بتقول لي كل حاجه، فاهم؟ حتى ممكن لو حاجه دي بتزعلني فلازم تقول لي، فاهم؟ بس الموضوع افور مني بقى، بقيت بقول له كل كبيره وصغيره، يعني حاجات هو ملوش دعوه بيها اصلا. انا قلت لك بلاش كذب، بس مش الدرجه دي. بص هتشيل دي بقى عشان انت فاهم، كمل. لو عندك اطفال يعني ان شاء الله باذن الله. بس انا هلخص لك السؤال. لو احنا خلفنا تمام وانا مت قبل ما يكبروا يعني وكده، هم لسه صغيرين، يعني مثلا احنا خلفنا مثلا طفلين وانا مت، هتقولوا لهم ايه عليا لما يكبروا؟ لا بعد الشر عليك. بص انا هجاوبك على السؤال عشان هو سؤال محطوط. هو هنا السؤال بيقول لك لو سألوكي ازاي توصفي بابا هتقولي لهم ايه؟ هم اللي سألوكي. هقول لهم ان كان بجد والله العظيم كان احن واذكى راجل في الدنيا، ولا قدر الله، الله لا يقدر لو ده حصل، هما بجد هيخسروا مستقبلهم، هيفقدوا كمية حنية مش طبيعية. بس انت هتعوضيهم بقى. لا بس مش زيك، لا بجد مش زيك والله. لان دايما انا اقوله ان انا لو عندي بنت مش بعرف ادلع قوي، يعني مش بعرف ان انا اوافق انها تخرج مع صحابها او تروح لصحابها او تسافر، مش عارفه اعمل كده. التركي ممكن يقعد يتفاهم في الموضوع، انا مش قادره استوعب، يعني هخاف عليهم، اصل ده خوفي. هو بقى خوفه نفس الخوف اللي هو بيخاف عليا. يعني مثلا لو انا خايفه عليه اقول له لا 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 بلاش تعمل كده، عشان انا بصراحه مش عايزه كده كده، ما بقولش اسباب. هو يقول لي لا بصي يا حبيبتي انا مش عايزك تعملي كذا، عشان ده فيه مخاطره في كذا كذا، وفي عيب في كذا، وفي ميزه في كذا، ويحلل الموضوع. انما انا مش كده، فهم هيفقدوا التفاهم اللي نادرا بيكون في الرجاله. احنا سألنا السؤال ده لبعض قبل كده. قلت لها انا هسيب عيالنا مع امي او مامتك، مش هقعد معاهم خلاص، فانا حياتي هتنتهي، فاهم؟ مش هنبقى طبيعيين لو حد فينا حصل كده واحنا معانا طفل، او محدش فينا هيبقى مخه طبيعي بجد. فقالت لي انت كده هتظلم العيال، قلت لها مش مشكله، انا خلاص انا انتهيت، فاهم؟ بس انت لو حد جالك شبهي مش هتقدر تسيب. لا ما اعتقدش. صدقني والله، انا لو جالي ولد شبهك انا بقى او ممكن يصبرني شويه، هضحي بالدنيا عشان بصراحه ممكن يصبرني شويه، بس كتعويض لا طبعا. وانا برضه والله. تعاليلي، لو قدرت ترجع لأول يوم شفتني فيه هتنصح نفسك بإيه؟ اللي انا ما سبكيش تمشي، كنت لازم اعمل اي حاجه واخد رقمك ساعتها. بجد؟ لان لو الصدفه ما كانتش مثلا ربنا كاتب لي ان انا اشوفها بعد كده، انا كنت هفضل طول عمري متعلق بيها، ما هي خطفتني. طب كنت هتعمل ايه انت لو كنت جيت لي وانا في العربيه؟ كنت هلم عليك الناس. لا ما تقول ولا انت جيت العربيه ليه؟ خدها بابا تعالى شوف الراجل ده. انا كنت ساعتها مجنون، يعني انا كنت ساعتها عادي جريء، فانا ليه ما عملتش كده؟ فقعدت الوم نفسي بقى لما روحت، انا ازاي ما خدتش رقمها، او ازاي مثلا ما تعرفش عليها. فلا كنت هروح اتعرف عليكي بجد. بس ممكن مثلا ربنا ما كانش كاتب ان انا انت تعدي من قدامي تاني وانت بتعيطي، فافرضي ما كانش ربنا كاتب كل ده. صح. فانا ساعتها بقى كنت هتاخد واحده دمها تقيل قوي. اه كويس انت خدتني بقى.
يلا اخر سؤال اهو. وصفينا احنا الاتنين في كلمة واحدة. مم. يعني هقول لك المودة. مم. ان انا هو فيه الحمد لله رب العالمين، يعني ود ورحمة بصراحة. يعني هو مش غبي عليا خالص، حتى لما بكون تعبانة اي وقت. مش من نوع الناس او الرجالة اللي هو لا انا جعان قومي اعملي اكل دلوقتي، لا قومي روقي، او لا حد جاي. لا هو ممكن ما يردش على التليفون اصلا لو حد بيتصل ومقتنع ان في حد جاي او كده. لا هو ممكن ما يردش على اي حد ولا يعمل اي حاجة خالص عشان خاطر راحتي. وطبعا ربنا قال على المودة والرحمة، فاحنا الحمد لله رب العالمين ما شاء الله في بينا مودة ورحمة كبيرة. وانا كمان على فكرة انا برحمه من حاجات كتير قوي. انا مش بني ادمة استغلالية، او لو نفسي في حاجة غالية احسسه ان انت مش قادر تجيبها لي، او اقول له انا نفسي فيها كده من تحت لتحت عشان يجيبها لي. انا مش كده خالص خالص خالص. يعني لو هوصفها في كلمة هتبقى المودة، ولو كلمتين هتبقى المودة والرحمة بجد. الحمد لله يعني. الحمد لله. انا مبسوط والله العظيم بالحلقه جدا، انا احنا مبسوط جدا. اكتر والله. واسف لو كان في اي سؤال ضايقكم او لا لا ضايقك. خالص لا. والله. انا اسف جدا، واتمنى الحلقه تكون عجبتكم يعني. أكيد جدا طبعا، والله. أكيد. انا بكون مبسوط ربنا بالحلقات دي بسبب ان في ناس أنا مش كتير عايز الحلقة بتكلمني. تخلص. انا في ناس كتير بتكلمني ولا حلقه تقول لي احنا ما قعدناش قبل كده من زمان قدام بعض ساعه نفضفض كده. أنت الله. فاهم؟ في صح. مشاعر طبعا. بكون مبسوط يعني. بجد عدى ساعة ساعه واكتر، ساعه والله. وشويه والله. ما حسيناش خالص والله بجد ما شاء الله يعني. انا بشكرك يا محمد. انا شكرا مبسوط ليك. جدا والله، وان شاء الله باذن الله تكون حلقه كويسه حبيبي. باذن إن شاء ميرسي ليك الله. والله ان احنا قعدنا قعدة حلوة زي دي انا وهو.